يا ترى عندك فكرة عن المراحل اللي بيمر بيها الظالم؟ يمر الظالم بأربعة مراحل. المرحلة الأولى وهي الإمهال. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأملي لهم إن كيدي متين. المرحلة الثانية وهي الاستدراج. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. المرحلة الثالثة وهي التزيين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. المرحلة الرابعة وهي الأخذ. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اصبر أخي المظلوم، اصبري أختي المظلومة. أقسم الرب تبارك وتعالى للنفس المظلومة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إياك ودمعة اليتيم ودعاء المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأحبكم في الله. ومش عايزين ننسى أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.